حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا إحدى الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتشرت بشكل كبير جدا. أحد الشباب يرفع لافتة مكتوب عليها: كيف صارت ما عاد في عنا خمارات ملاهي ولا مراقص. طبعا الشاب هو أمامنا الآن وهو يعرفنا عن نفسه. عرفنا عن حالك. أخوك في الله موسى صقر الزطمة. آه، موظف في حكومة غزة، وكنت سابقا في حكومة رام الله من 96 لحتى اللحظة وأنا موظف. طيب، وحاليا انتشرت لك صورة على الفيسبوك، وربما انت بتعرف عن الصورة او بتعرفش شو حقيقتها. ما بعرف، صورة طبيعية، بس أنا ما بعرفش إيش البوستر اللي مكتوب فيه. طب كيف انت تصورت هذه الصورة؟ كنت مارق على سوق السبت، وشخص قال لي امسك البوستر، مسكته واجوا اثنين بصوروا فيه. ما بدريش ايش القصة، بقول له ايش التصوير هذا، بيقول لي خلص يعطيك العافية، واخذ مني البوستر. حتى رميت لهم البوستر وسحبت حالي ومشيت. مش عارف انت ايش في البوستر؟ ولا حاجة. لكن عرفت بعدين ايش مكتوب فيه؟ على الفيس، امم عن طريق العمل تبعي. امم ايش حكوا لك الناس في الشارع عن هذا الموضوع؟ ردة فعلهم؟ حكوا لي شوف حدا يلغي البوستر، لسه البوستر هذه. مم. البوستر مكتوب فيه: ما عاد في كيف صارت، ما عاد في مراقص، ما عاد في ملاهي، ما عاد في. ما بدريش ايش مكتوب فيه نهائي. مم. طب انت هذا البوستر كيف بتشعر انه وجوده جيد مش جيد؟ بتمدحه هو بتذمه؟ اساسا لا في مراقص ولا في خمارات في البلد. قلت لك انا لي من 96 حاليا، لا بدري لا خمارات ولا مراقص ولا حاجه، وهي بلدنا ما شاء الله عليها نظيفه من الرجال. مهم. طيب انت بتحس ان هذه الشغلات بتسيء لشعبنا ولا بتحس انها عادية؟ هي حاليا بتسيء مم. بتأيدش هاللافتات؟ لا لا. مم. طب شو رسالتك الأخيرة؟ رسالتي احنا اخوه مسلمين، وما لناش في القصص هذه نهائيا. بس مم. هذه جتني حين غرة ما بعرفش فيها مم. نهائي. إذا أنت بتعرفش ولا حاجة عن اللافتة هذا ولا حاجة. اللي انتشرت صورتك فيها؟ ولا حاجة، وأنا مستعد أواجه أي شخص يقول لي عن يعني الصورة انحطت، لافتة انحطت على ايدك على صدرك ومسكتها في ايديك تنتين وانت بتعرفش شيء. وأنا ما بعرف إيش فيها، لأنه كنت طالع مستعجل، طالع على السوق. مهم. طيب، شكرا جزيلا لك أخونا موسى صقر الزطمة من سكان مدينة رفح، تعقيب على اللافتة المنتشرة. شكرا جزيلا لك. حياك الله، شكرا جزيلا، حياك الله، الله يحفظك.